السلام عليكم. النهارده هنعمل طريقة السابليه. مكوناته 3 كوبايات دقيق منخولين، 3 كوبايات دقيق منخولين، كوباية زبدة طالعة من التلاجة، كوباية زبدة، نص كوباية سكر برضو بودرة منخول، نص كوباية سكر بودرة منخول، بيضة واحدة، وفانيليا، ورقتين فانيليا. ولو عايزة كاكاو، نص كاكاو ونص سادة، تحطي معلقتين كاكاو، تقسمي العجينة وتحطي عليها معلقتين كاكاو. اول حاجة هنعملها الزبدة دي، انا هفضي عليها السكر، نص كوباية السكر، دي كوباية زبدة على نص كوباية سكر، وهدعكم مع بعض لغاية ما يبقى تبقى كريمة. هدعكم مع بعض كويس لغاية ما تبقى كريمة. انا كده عجنت السمنة، دعكتها بالسكر، هحط عليها بيضة وفانيليا وهضربهم في بعض لغاية ما اضيع البيضة خالص. وبعدين انا هنا اهو حطيت البيضة ولفيتها كلها لغاية ما راحت. هبتدي احط بقى الدقيق واقلبه لغاية ما يبقى عجينة. انا لميت العجينة اهي. انا نسيت اقول لكم حطوا رشة ملح مع الدقيق، بحط رشة ملح مع الدقيق. العجينة هي لميتها، اغطيها واحطها في التلاجة لمدة نص ساعة بس تستريح كده، تمسك نفسها شوية، وبعدين نفردها. العجينة اهي انا قعدتها نص ساعة في التلاجة. هحطها بقى على كيس عشان افردها على كيس، واحط عليها كيس عشان تسهل عليا الفرد، وافردها وبعدين نعملها بالقطاعة لان مش هعرف اعمل كده. فردتها اهي. انا بفرد جزء جزء عشان عندي المكان صغير اهي. اسلك كده اهي وارصها في الصينية كده اهي. انا شكلتها اهي. خلي بالكم هي بتبقى عايزه يعني لما تمسكوها عشان هي معموله بالزبده ومحطوطه في التلاجة بتبقى جامده شويه. وخلي بالكم العجينه بقى فيها فروله شويه، فكل شويه عايزه تمسكيها وتلميها. بعد ما بتعملي كده وتقطعي بالمنظر ده فبتلميها تاني، وبعدين بتفرديها تاني وبتبتدي تقطعي وتشكلي تاني. اهو ده الشكل اللي انا عملته. فاضل الحته دي بس، هي مش كتير، وعاملها بشكل تاني. انا كده عملت الصينيه اهي، الصينيه الاولانيه، ودي الصينيه التانية اهي. دي انا قطعتها، يعني دي انا قطعتها بتاعه قالب الكحك دي. حطيتها كده على العجينه وبقيت اقطع، وفرختها كده ده بالقمع ده. فرختها، حطيتها كده على العجينه وقطعتها. ودي انا عملتها بالنجمه دي. احطهم بقى في الفرن، الفرن ساخن وانا عاملاه على 170. احطهم بقى في الفرن يستوي. انا معايا كده الحاجه اللي انا هزين بيها اهو. سوداني مجروش، ده كان سوداني انا جايباه صحيح وضربته في الكبه على تقطيع كده اهو عشان يبقى كده. وده جوز هند، وده فرماسيل، ودي شوكولاته مش عارفه هتنفع ولا لا بس هجربها، اللي هي شيبسي صغيره. ومربى، دي مربى مشمش. ودي شوكولاته دارك وشوكولاته بيضه. انا بعد ما اطفي الفرن هحطهم في الفرن يسيحوا على سخونيه الفرن. ولما اخلص بقى هوريكم انا عملت ايه. طلعتهم اهو من الفرن، لسه طالعين دلوقتي حالا اهو. بسم الله اهو. وادي التانية اهي. هسيبهم بقى يبردوا وبعدين اشكلهم. الشوكولاته اهي طلعتها من الفرن، يا دوبك قعدت بتاع دقيقه كده او دقيقه ونص، مكملتش دقيقتين. بص سحب بكل سهوله. وحط لها معلقه زيت واحده، زيت ذره، عشان تديها اللمعه. ونفس الشوكولاته التانية اهي اهي. مفيهاش اي كلاكاو ولا اي حاجه، ساحت كلها. وبرضه حطيت عليها معلقه زيت من المعلقه دي، معلقه زيت عشان تديها لمعه. هبتدي بقى اشكل. وده السابليه بتاعنا في الاخر بعد ما عملناه. شوفوا جميل ازاي. وده التزيين بتاعه، وبالهنا والشفا. هو التزيين بتاعه زي البيتيفور بالظبط. برضو بنحط في النص مربى او بنحط شوكولاتة، وبنحط عليه الطبقة التانية،
وبنحط برضه عليه بورماسيل او السوداني المجروش، او اي حاجة، اي مكسرات انتوا عايزينها.